المشكل في التعليم في تونس مش كان في البروجرام. المشكل يبدأ في حاجة أبسط من هيك برشا. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم باش نحكيو في موضوع مهم برشا، ويمكن برشا منا عاشوه. نقص في الكراسي، الطواول، أوراق الطباعة، لي زورديناتور، وحتى في تجهيزات المخابر كيما الفيزيك، سيونس، وإلا حتى التكنيك في المدارس التونسية. والسؤال هو، هل هذا صحيح وإلا مجرد مبالغة؟ الحقيقة إيه، النقص هذا موجود فعلا، خاصة في المدارس العمومية. فما تلامذة يقرأوا على طواول مكسرة، وفما حتى اللي يقرأ وهو واقف على خاطر ما فماش لا كراسي باش يقعد عليهم ولا طواول باش يقعد يكتب عليهم. وساعات تهز معلمة كلاس كامل تقعد تقري فيه في الساحة على خاطر ما فماش قاعات. والموضوع ما يوقفش هنايا، خاطر حتى أوراق الطباعة والتجهيزات اللي لازم نلقوها في مخابر العلوم الكل ماهاش موجودة في برشا مدارس. أما السؤال توا، علاش صاير هذا الكل؟ أول حاجة نقص في الميزانية، الدولة عندها برشا مصاريف والتعليم ما ياخوش حقه الكافي. ثاني حاجة سوء التسيير، التجهيزات تتكسر وما تتبدلش وبرشا متطلبات تبطل. ثالث حاجة عدد كبير من التلامذة، حتى القسم ساعات يوصل فوق 35 تلميذ، وهذا يعمل ضغط انه التلميذ ما ينجمش يركز، وحتى الاستاذ ما ينجمش يقري والا المعلم. والنتيجه انه التلميذ كما قلت لكم ما ينجمش يركز، المعلم ما ينجمش يقري، ظروف ماهاش مريحه. وخلينا نكونوا واضحين اللي المشكله راهي ماهاش في التلميذ كي تلقاه طايح في النود، الا التلميذ ما نعرفش يعني ماهوش قاعد يقرا. هذاك راهو فما حاجات رجعت عليه جراء، واولها هي جراء الظروف اللي يقرا فيها. وتوا خلينا نقول حلول مع بعضنا. اول حاجه انه الدوله لازم توفر تجهيزات كافيه وتصلح المدارس بصفه دوريه، والاستثمار في التعليم كما يلزم، توفر نفس الفرص لكل تلميذ في اي بلاصه كانت. وفي الاخر التعليم ماهوش رفاهيه، التعليم اساس المستقبل. وتوا نحبكم تجاوبوني على السؤال هذايا، اذا الساس ضعيف من الاول كيفاش باش نبنيو مستقبل قوي؟ هنايا تكون حلقتنا وفات، وما تنساوش اذا عجبكم الموضوع وعجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك وكومنتير مزيان كيفكم.